بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بأنني مواطن مغربي، وبالنيابة عن جميع المغاربة المهاجرين الذين كانوا متجهين إلى الديار الإيطالية بطريقة غير شرعية، وأوجه رسالتي مباشرة إلى جلالة الملك قائد البلاد وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله ونصره، أن يكون منه التدخل السريع في حق أبنائه المهاجرين الذين يعانون في السجون الليبية أكثر من 6 أشهر فما فوق، وعددهم حوالي أزيد من 260 شخص، وبالضبط في سجن زوارة التي تبعد عن الحدود التونسية ورأس جدير إلى بعض الكيلومترات، التي يوجد فيها مكتب السفير المغربي. ونترجى من جلالتكم التدخل في حل قضية رعاياه من هم يعانون من مرض مزمن لضعف الإمكانيات وقلة التطبيب، وندعو المجتمع المدني أن يساندنا في حل قضيتنا. نسأل الله العلي القدير أن يكون التدخل السريع من صاحب الجلالة في أسرع وقت لحد معاناة أبنائه، بما نحن لازلنا هنا يتم ترحيل رعاية دول أخرى بمن فيهم مصر وتونس والجزائر وبعض الدول الأفارقة. والآن نبث لكم فيديو تصويري لمدى معاناة المهاجرين المغاربة ومدى مأساتهم الحقيقية التي يعيشونها في سجن زوارة مباشرة، وأنتم لكم وسع النظر. ها هي الصورة كتبان أمامكم، مدى معاناة الشباب المغاربة الذين كانوا ينمون تحقيق عدد كبير من الطموحات، ولكن صارت بهم الوقت في آخر المطاف في سجن. لكن هذا ليس سجن، هذا إعدام بالنسبة لي أنا، كما كنقولوا هذا إعدام. وهي الصورة الحقيقية مدى المأساة التي يعيشها المغاربة. وشكرا لكم.